السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. اتحاد الكورة كهربا لن يتمكن من المشاركة مع الأهلي حتى بعد تاريخ 11 يناير إلا بعد وصول رد رسمي من فيفا يفيد بذلك، ردا على الاستفسار الذي أرسلناه سابقا. عبد العزيز يعقوب يضغط على إدارة ناديه البرتغالي للموافقة على عرض الأهلي باستعارة اللاعب لنهاية الموسم بنية الشراء. حمدي فتحي يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية تأكيدا على جاهزية اللاعب وقدرته على المشاركة في المباريات القادمة مع الفريق. الأهلي ينفي وجود أي مفاوضات مع اللاعب أحمد فتوح لاعب الزمالك. انتظام محمد عبد المنعم في التدريبات الجماعية بعد تخلصه من الإجهاد العضلي. الأهلي يواصل محاولاته للتوصل لاتفاق مع إدارة فيوتشر لضم اللاعب عمر كمال عبد الواحد خلال فترة الانتقالات الجارية. الأهلي يدرس استعارة اللاعب أحمد السيد عبد النبي من الداخلية تحسبا لغياب محمد هاني أو تعرضه للإصابة بعد غياب أكرم توفيق وكريم فؤاد عن الفريق. منافسة قوية بين سموحة وطلائع الجيش وأسوان وسيراميكا كليوباترا لضم اللاعب محمد مغربي من النادي الأهلي على سبيل الإعارة. الحساب الرسمي للنادي الأهلي يرحب بلاعبنا الجديد محمد الضوي كريستو. ومن تونس إلى الجزيرة رسالة ترحيب علي معلول بمواطنه: نعرف يا أخي أنها رحلة طويلة لكن سوف تكون رحلة ممتازة من سواحل تونس الحبيبة إلى الجزيرة. هنا كل شيء مختلف، التحديات كبيرة والطموحات حدودها السماء. هنا المكان الذي ستحقق فيه أحلامك وتعيش أجمل اللحظات وتشعر بحب ودعم أكثر من 70 مليون مشجع أهلاوي. كريستو مرحبا بك في النادي الأهلي، قلعة البطولات وفخر الأمة ونادي القرن. بعد اتهام رئيس النادي بفيديو مسجل للاعبين بتعاطي المخدرات. عبد الله جمعة يعتذر لمرتضى منصور: أنا بعتذر لسيادة المستشار وأنا تحت أمره وأنا جيت عملت التحاليل النهاردة. ومرتضى منصور يرد: أنا قبلت الاعتذار وأتمنى من الجماهير قبول الاعتذار أيضا. أنت مخلص للنادي وأتتك عدة عروض ولكنك كنت دائما ترفضها. نحن لا نبيع أبنائنا والخطأ وارد في سن الشباب طالما أن اللاعب أدرك خطأه وقرر أن يصلحه. وبالنسبة لأحمد فتوح اللي بيسأل عن اعتذاره، أنا مديله فرصة يجي النادي ويعتذر زي عبد الله، ولو ما حصلش هيروح سكة كهربا ومع السلامة. محمد سلامة عضو مجلس الاتحاد السكندري. الأهلي وبيراميدز قدما العرض الأعلى سعرا في صفقة مروان عطية، ورغبة اللاعب سوف تحسم الصفقة خلال ساعات. ومحمد مصلحي هو من يتولى الملف كاملا بعدما قمنا بتفويضه بشكل رسمي. ولو تساوت العروض المالية بالتأكيد سنحصل على رغبة اللاعب في النهاية، وهدفنا في نادي الاتحاد الحصول على أكبر عائد مالي من إجراء صفقة انتقال مروان عطية لأي نادي خلال شهر يناير. الإعلامي محمد شبانة: مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تحفظ على التعاقد مع أحمد حمدي لاعب مونتير الكندي لأنه يريد لاعبين بمواصفات خاصة ولا يمتلك مميزات أفضل من أفشة أو عمار حمدي. المدير الفني للأهلي أيضا تمسك ببقاء عمار حمدي في صفوف الفريق رغم ترحيب اللاعب بخوض تجربة الإعارة. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.